السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يا جماعة من قناة محمية طيور مصرية. الفيديو طبعا ورقم 3 أو حلقة رقم 3 هو عن برضو غلاء أسعار الحبوب، ولكن أحب أوضح للناس معلومة بسيطة. يا ريت الناس تفهم الكلام اللي أنا بقوله ده وتقدر الكلام اللي أنا بنصح بيه الناس، عشان خاطر برضو الناس محطوطة في ورطة هي غلاء الحبوب. يا جماعة احنا مش عايزين الحبوب ترخص، احنا عاوزين الطيور بتاعتنا تغلى. الحبوب مش هترخص طول ما في ارتفاع في الحبوب، مفيش نزول، وبالتالي ممكن كمان ان الحبوب ترفع اكتر من كده. يعني بالكم اللي خلاه كان ب7 وب10 وب15 و20 و25 و30 هيوصل ل40 جنيه و45 جنيه. ممكن هيبقى زي الفلارس، ويمكن طبعا البلكم بيرفع، الفلارس كمان بيرفع، ان الفلارس كمان مستورد من بره. ناس بتقول لك في بديل وفي مش عارف ايه وفي، مفيش الكلام ده يا جماعه. الطيور الزينه عامه ما تقدرش تستغنى عن البلكم والفلارس. نصيحه لوجه الله، انت لو مستواك مش عالي في تربيه الطيور بلاش ان انت تكمل، لان هتخسر كتير جدا. انا واحد من الناس هصفي، هسيب بعض انواع معينه هفضل اربيها لهوايتي، مش ان انا كربح او ان انا مثلا اكسب منها، لان مفيش دلوقتي مكسب في طيور الزينه. الناس اللي شغاله على الطفرات العاليه مثلا الانجلايزه، او اللي شغالين في الدره الهندي، او في الطفرات اللي هي الغاليه، يعني مثلا شغالين في الاسونجات، حاجات اللي هي مثلا من فوق ال 500 لحد 3 4000 5000، بالتالي مش هيكون عنده عبء في الاكل. يا جماعه الجوز مثلا الكوكتيل لو كل في الشهر كيلو او كيلو ونص، في الشهرين في ال20 مثلا هياكل بكام؟ هياكل ب 120 جنيه. لو حسبنا له 3 كيلو فلارس بس، لو الطير هياكل فلارس بس يا جماعه ركزوا معايا في الفيديو، لو جزء الكوكتيل اللاتيني لو هياكل معاك في العش الواحد 3 كيلو بالكم، عفوا 3 كيلو فلارس، 3 كيلو فلارس مثلا في 40 او في 45 جنيه، هيديك 130 140 جنيه مثلا. يا عم خليهم 150 جنيه، خلي الكيلو ب 150 جنيه الفلارس، وهيوصل للكلام ده صدقوني. هينتج معاك. في ناس مش هتبطل وفي ناس مش هتصفي، لان هو بيعرف ازاي يسوق المنتج. اللي الناس مربيه كوكتيل البينو ومربيه الطفرات العاليه، مربيه الذره الهندي، الحاجات دي، بس الحاجات دي لها تسويقها، ليها تسويقها. في ناس هتقول يا جماعه احنا ازاي هنبطل تربيه، او ازاي هنبطل تربيه طيور الزينه، وده مصدر اكل عيشنا وده مصدر رزقنا. طب ما هو انت كده هتخسر، يبقى انت كده بتخسر. بتبقى مربي استرالي ومربي حاجات تانية رخيصه، يبقى انت كده هتخسر، لان الاكل هيكون غالي. الاكل بتمن عش، يعني انت بتاكل كيلو للجوز اللي عندك عشان يديك جوز او يديك جوزين بتمن كيلو البلكم اللي انت هتاكله. يبقى انت كده لازم تشتغل صح. يا تصفي السنه دي، كلنا نصفي السنه ديت. مفيش طيور، التاجر هيصدر ايه؟ احنا مش عايزين الحبوب تنزل، احنا عايزين طيور الاسعار، الطيور بتاعتنا اسعارها ترفع. ان اللي بيطلع يا جماعه ما بينزلش، البلكم هيزيد تاني والفلوس هتزيد تاني. الحل الوحيد ان احنا نرفع. احنا مش عايزين الطيور التاجر اللي بيبيع الحبوب ملوش اي ذنب يا جماعه. التاجر بيشتري ويجي يحط رزقه ويبيع، اللي بيلم منك هو السبب. يعني التاجر اللي هيصدر بره لو هيرفع، هيوقف التصدير وهيوقف الشغل ويرفع سعر الطير، كده احنا هنعرف نشتغل. اما التاجر بيموت سعر الطير اللي هو بيشتريه. بتاع الحبوب ملوش اي ذنب، التاجر بتاع الحبوب ملوش اي ذنب. يبقى ترجع للمربي، ترجع للمربي اللي هو لو ما تمسكش بطيره. التاجر كده كده الطيور في السوق وتصدير شغال وبيصدر طلبيات، انت بقى اللي بتشيل الطين وانت اللي بتشيل القرف. يبقى انت براحتك بقى. ويقول لك في بديل للفلارس وفي بديل للبلكم وفي الكلام ده كله. يا جماعه الطيور ما تقدرش تستغنى عن الفلالس والبركه، نقدر نضيف وجبات تانية. الطيور رقم واحد ليها الفلالس والبركه، صدقوني. كل ده ضحك عليكم، يعني ممكن تلاقي فول، تلاقي عدس، تلاقي غله، كل الكلام ده حاجات بنضيفها تاني عشان خاطر تساعد طيورنا في الانتاج، وليس بتكون عمل اساسي.